بيكون فاكر إن سقوط الأسنان بيقتصر بس على الناس الكبيرة في السن، لكن الحقيقة إن في عادات صغيرة جدًا بنعملها يوميًا وهي دي اللي بتسرّع من عملية سقوط الأسنان، ولو فضلت تعملها هتخسر أسنانك بدري جدًا. فتعالَ أقول لك على 5 عادات خطيرة جدًا بتسرّع من الموضوع ده، وراهن إن في واحدة على الأقل أنت بتعملها كل يوم من غير ما تاخد بالك. أول عادة معانا وهي تنضيف الأسنان بعمق. كتير من الناس بتعتقد إنك لما تغسل أسنانك بعمق ده أفضل لأسنانك ويخلّيها تنضف أكتر. لكن اللي بيحصل العكس تمامًا، وده لإن التنضيف بعنف بيخلّي اللثة تبدأ تتجرح، وتبدأ جذور الأسنان تنكشف مع الوقت، وده اللي بيخلّي السن يضعف ويبدأ يتحرك مع الوقت. فالحل إنك تستخدم فرشة تكون ناعمة جدًا، وتستخدم الفرشة بحركات دائرية مش لفوق لتحت أو يمين شمال، لكن بحركات دائرية وتكون خفيفة جدًا لمدة دقيقتين على الأقل. تاني عادة معانا وهي الجَزّ على الأسنان وقت التوتر. عارف إحساس لمّا تكون متعصب جدًا وتبدأ تضغط على أسنانك من غير ما تحس؟ الضغط ده بيكسر طبقة المينا وبيبدأ يعمل فيها شروخ دقيقة جدًا، ومع السنين ممكن يضعف الأسنان لدرجة إنها تقع من مكانها. فالحل إن لو عندك صداع الصبح أو وجع في فكك لازم تروح لدكتور الأسنان، وكمان أنت ممكن تحتاج واقي ليلي عشان يساعدك. وندخل على النقطة التالتة وهي إهمال التنضيف بين الأسنان. غسيل الأسنان بالفرشة بيشيل بس 60% من بقايا الأكل، طب فين ال40% الباقية؟ دي بتكون محشورة بين الأسنان وده بيعمل التهاب لثة مزمن، والالتهاب المستمر ده بيخلي العظم اللي حوالين الأسنان يدوب، وبالتالي الأسنان تبدأ تتحرك وتتخلع. والحل بسيط جدًا، هو إنك تستخدم فرشة أسنان صغيرة بين الأسنان، أو الأفضل إنك تستخدم قِطع الأسنان يوميًا. وقبل ما أدخل على النقطة الرابعة ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب لأن ده بيساعدني جدًا في إن أنا أكمل صناعة محتوى. النقطة الرابعة معانا وهي الإفراط في المشروبات الغازية والعصاير. الأحماض اللي في الكولا والعصاير مش بس بتسوس الأسنان، دي كمان بتاكل المينا وبتضعفها، ومع ضعف المينا أي ضغط أو حركة بيسرع من سقوط الأسنان. والحل للمشكلة دي هو إنك تقلل الكمية شوية وإنك تشطف بقك بمية بعدها. خامس نقطة معانا وهي تجاهل نزيف اللثة. في ناس لما بيشوفوا دم على الفرشة بيقولوا عادي دي حساسية، لكن الحقيقة إن نزيف اللثة علامة على التهاب اللثة أو بداية التراجع، ولو الالتهاب ده اتساب هيبدأ يوصل للعظم اللي موجود حوالين الأسنان. في الوقت ده سقوط الأسنان بيبقى مجرد مسألة وقت. فالحل إن أي نزيف متكرر لازم تروح لدكتور الأسنان فورا مش تتجاهله. عايزك بقى تقول لي في الكومنتات إيه من الخمس عادات دول كانت أكتر عادة أنت بتعملها يوميا ما كنتش تعرف إنها ممكن تسبب في سقوط أسنانك. وفي النهاية ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وسلام.